هذا ما بالكمش واش يسميوه في الجزائر محليا، يسموه شميعات. واش الفايدة تاعهم؟ ضربة لآلام الجزائر، اللي عنده الآلام والسطر من جهة الجزائر يضرب خازوق يبرى ضربة. علاش رانا نقولوا هكذا؟ ليس ركوبا للموجة، ماناش تاع ركماجة. ما يقع من بعض الصحفيين حتى من الذين لا علاقة لهم بإفريقيا، ما عندوش علاقة بإفريقيا، ويحكي على الجزائر مش على كأس إفريقيا. واش بيك خويا؟ اضرب حازق وريح عاقل. بعض الصحفيين لا ما ديرش البوز بالفتنة، ماهيش موضوع. سوف تنتهي كأس إفريقيا ويبقى العيب اللي راك دير فيه. أحشم اضرب خازوق وريح عاقل. ضربة نقول لك عيب. حتى بعض الاستفزازات في إطار الكرة عنده حدود. انك تروح تشجع كل من يلعب ضد الجزائر، احنا خرجنا عن الرياضة. لا شميعات، ضرب شميعات ملاح. انا يقول لك شبيك؟ الشعب الجزائري لو كان تحترمه يحطك هنا. اما انك تروح تدنا الامورات محرمات في الشرع، انك تروح تدنا للثوابت، تروح تسب الشهداء، تسب كذا، لا خويا لا، خليها رياضه. قول لي ما نحبكش رياضيا، قول لي نكره منتخب الجزائر، قول لي ان شاء الله تخسروا، حبسها تما، بصح ما تزيدش عليها. لا وصل السيل الزوبه، خلاص لحقت اللهنه. وش بيكم؟ انا يقول لك صحافه من قارات ومقارات واحد اخرين. الصحافه الكونغوليه تفاعلت مع لقطه عموره بكل بمرح. يجي واحد اخر يهضر في بلاصه الكونغو، ثاني تهضر بلاصه الكونغو. وش بيك؟ تعسلي في هذا داك اللوز، هذاك الجوز، هذا سرق البنان. وش بيكم؟ احشموا، خليوها في اطار الرياضه. سبحان الله وبحمده. راكو تقيسوا في الاخوه، راكو تقيسوا في امور بزاف. وكاين كاين الغوغاء راه يتبع وتنجر ويبدا التراشق منه ومن هيه. ومن بعد ما تفراش. تفكرتوني في واحد القصه صارت زمن النبوه. واحد اليهودي كان اسمه شأس بن آس، كان يمر بين الأوس والخزرج وبين الصحابة من الأنصار والمهاجرين، ويردد أشعارا تذكرهم بأيام الفتن حتى ناضت بالسوري.